السلام عليكم طلابنا الأعزاء ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نصور المحاضرة 22 من محاضرات الفصل الثالث اللي هي الذوبانية. اليوم إن شاء الله نشرح القسم الخامس. انتبه لي عزيزي، القسم الخامس قسم مهم يربط القسم الأول ويا القسم الخامس أسئلته، وعدنا أيضا المحاضرة اللي هي راح تكون 23 راح نحل بيها الأسئلة الوزارية الخارجية، الأفكار اللي ما موجودة ضمن المنهج وإجتي على الذوبانية. هو نفس السؤال اللي موجود بالمنهج بس مغيرين بيه، مسوين فكرته تختلف. لذلك احنا اليوم راح نحل أسئلة المنهج مال القسم الخامس، وبالمحاضرة الجاية إن شاء الله راح نحل وزاريات الخارجية مال الذوبانية القسم الخامس. شباب القسم الخامس حساب الذوبانية بوجود أيون مشترك. هو يقول لي احسب الذوبانية بوجود أيون مشترك؟ لا عاد شلون أعرف أنه هو رايد حساب الذوبانية بوجود أيون مشترك؟ باو يطلب منك ذوبانية ملح شحيح في محلول مادة ثانية. باوعين اعطاك ذوبانية راد كي اس بي، اعطاك كي اس بي راد ذوبانية. اذا كانت فكرة السؤال هيك هاي قسم اول وحليناه على المخطط. اذا قال لك هل يترسب الملح هذا قسم ثاني وحليناه لقينا الكيو اس بي وقارناه ويا الكي اس بي. اذا قال لك احسب ادنى تركيز هذا قسم ثالث، فككنا الملح الشحيح لقينا واحد مليونات معلوم وواحد مجهول من قانون الكي اس بي لقيناه. القسم الرابع احسب اقل دالة حامضية، فككنا الملح الشحيح اللي هو يحوي او اتش، كتبنا قانون الكي اس بي حاصل ضرب تركيز الايون الموجب في الاو اتش السالب. كي اس بي عندك الايون الموجب عندك، لقينا الاو اتش حطينا لسالب لوك صار بي او اتش، بال14 حولناه الى بي اتش. القسم الرابع هذا. القسم السادس بالعكس يعطيك بي اتش ويريد ذوبانيه، هم الملح يحوي او اتش، ودائما بالقسم السادس الايون الموجب مجهول. من فككنا الملح الشحيح كي اس بي يساوي حاصل ضرب تركيز الايون الموجب في الاو اتش السالب، راح نلقى كي اس بي معلوم، الايون الموجب مجهول، الاو اتش السالب لازم يكون معلوم. ما منطيني انا نلقاه من بي اتش ثبوت الحامضيه. بالبدايه البي اتش نحوله الى بي او اتش، والبي اتش نخلي جوا 10 السالب يصير او اتش. هاي كل الاقسام. اما القسم الخامس من مسائل الذوبانيه هو حساب الذوبانيه بوجود ايون مشترك. يعني راح يطلب منك ذوبانيه ملح في محلول ماده ثانيه. باو هيك يقول لك احسب ذوبانيه الاي بي في محلول 0.1 مولاري من السي بي. شوف راي الذوبانية الاي بي في محلول 0.1 من السي بي. هذا ملح، شلون عرفته؟ راي ذوبانيته احنا قلنا ذوبانية لمن؟ للملح الشحيح. فراي ذوبانية هذا الملح في محلول مادة ثانية، بين الملح والمادة الثانية شكو ايون مشترك البي. لذلك راي ذوبانية الملح بوجود الايون المشترك. شلون اعرف هذا قسم خامس؟ يطلب ذوبانية ملح في محلول مادة ثانية، بين الملح والمادة الثانية شكو ايون مشترك. راي ذوبانية ملح في محلول مادة ثانية، بين الملح والمادة الثانية شكو ايون مشترك. اذن يقول لك احسب ذوبانية الملح في محلول مادة ثانية. هذا الملح وهاي المادة الثانية. ايش مدرينا من الملح ومن المادة؟ اللي راي ذوبانيته هو الملح، والفي محلولها هي المادة الثانية. الملح ضعيف لأنه من الإلكتروليتات الضعيفة، الملح الشحيح ضعيف، والمادة اللي شايلة أيون مشترك تكون قوية وتركيزها معلوم. زين، شلون أعرف قسم خامس؟ احسب ذوبانية ملح في محلول مادة ثانية، بين الملح والمادة الثانية شكو أيون مشترك. إذا تتذكر فكرة الأيون المشترك، إن الأيون المشترك جت تركيزه 0.1، ننطيه للملح، للأي لو للبي؟ هو من المشترك البي، يعني ال 0.1 المن ننطيها للبي. لا مو هيك باوع. هنا بالقسم الخامس لازم نفكك الملح الشحيح ونفكك المادة حتى نعرف من الأيون المشترك، حتى ننطيه التركيز. مو هيك قبل تنطي التركيز مثل ذاك الأيون المشترك، لا هنا لازم تفكك المادتين، تفكك الملح وتفكك المادة. زين، احسب ذوبانية الاي بي في محلول 0.1 من السي بي. راي ذوبانية ملح في محلول مادة ثانية، بين الملح والمادة الثانية اكو ايون مشترك. اذا رايت الذوبانية بوجود ايون مشترك، هذا قسم خامس. شلون نحله؟ طريقة الحل بالبداية نفكك الملح الشحيح.
وجوا نفكك المادة الشايلة أيون مشترك. ليش؟ لحتى نعرف من الأيون المشترك. يلا شلون نحل القسم الخامس؟ بالبداية نفكك الملح الشحيح وجوا نفكك المادة الشايلة أيون مشترك حتى نعرف من الأيون المشترك. ايش قد تركيزه؟ 0.1 0 0. شوف المادة أم الأيون المشترك دائما قوية باتجاه واحد 0. 0.1 في 1 0.1 0.1 في 1 0.1 من الأيون المشترك البي. عرفنا الأيون المشترك هو اللي ننطيه التركيز. ايش قد يصير البي؟ 0.1. هاي المعادلة مالت المادة بعد ما تحتاجها. ليش؟ شنو فائدتها؟ فائدتها بس حتى نعرف من الأيون المشترك حتى ننطيه التركيز. إذا شنو فائدة إنه نفكك الملح ونفكك المادة جواه حتى نعرف من الأيون المشترك حتى نصعد له التركيز. حتى نشوف يا ايون مشترك من الملح الاي لو البي طلع هنا من المشترك البي طيناه بتركيز. يبقى هذا الغير مشترك مجهول. نكتب قانون الكي اس بي هو حاصل ضرب تركيز الايون الموجب في الايون السالب. راح نلقى الكي اس بي معلوم والايون المشترك معلوم. يبقى الغير مشترك هو اللي نلقاه. اذا بالقسم الخامس من المجهول الايون الغير مشترك. بالقسم الخامس من المجهول الايون الغير مشترك. بالقسم الخامس من المجهول الايون الغير مشترك. يلا شباب، شلون اعرف هذا قسم خامس؟ يريد ذوبانية ملح في محلول مادة ثانية. بين الملح والمادة الثانية شكو ايون مشترك، يعني هذا يا قسم خامس. شلون نحله؟ نفكك الملح ونفكك المادة. ليش افكك الملح وافكك المادة؟ حتى نعرف من الايون المشترك ونعطيه تركيز. هسه عرفنا من الايون المشترك البي هو اللي طيناه 0.1. يبقى الغير مشترك مجهول. من نكتب قانون كي اس بي للملح راح نلقى كي اس بي معلوم والمشترك معلوم. يبقى الغير مشترك مجهول هو اللي نلقاه. زين، انتبه لي عزيزي. احسب ذوبانية الاي بي في محلول 0.1 من الاي سي. يلا راي ذوبانية ملح في محلول مادة ثانية. بين الملح والمادة الثانية شكو ايون مشترك. اذا رايد ذوبانية بوجود الايون المشترك هذا يا قسم خامس. شلون نحله؟ نفكك الملح ونفكك المادة. افكك الملح، افكك جوا المادة ام الايون المشترك اللي هي دائما قوية باتجاه واحد. تركيزها 0.1 0 0 0 0.1 0.1 من الايون المشترك الاي. اذا الاي هو اللي ننطيه التركيز. هاي بعد ما لها داعي. ليش؟ هذا يبقى مجهول. هذا شنو فائدة المعادلة الثانية مال المادة؟ بس حتى أعرف من المشترك حتى أعطيه تركيز. زين أستاذ هاي نحذفها بالحل؟ لا، بس حتى تعرف إنه هي بعد ما لها داعي. نكتب قانون الكي اس بي هو حاصل ضرب تركيز الايون الموجب في الايون السالب. راح نلقى كي اس بي شبيه معلوم والايون المشترك معلوم. يبقى الغير مشترك مجهول هو اللي نلقاه. اذا هالشكل نحسب الذوبانية بوجود الايون المشترك. فالكي اس بي معلوم والايون المشترك معلوم 0.1. يبقى الغير مشترك هو اللي راح نلقاه. زين، انتبه لي عزيز هنا. احسب ذوبانية الاي جي سي ال في محلول 0.1 من ال HCl. يلا راي ذوبانية ملح. هذا ملح ايش ما ادريني قال لك احسب ذوبانيته. اذا هو شنو؟ ملح. راي ذوبانية ملح في محلول 0.1 من HCl. راي ذوبانية ملح شحيح في محلول مادة ثانية. بين الملح والمادة الثانية شكو ايون مشترك. اذا راي ذوبانية بوجود الايون المشترك. زين، راي ذوبانية الاي جي سي ال في محلول 0.1 من ال HCl. راي ذوبانية ملح في محلول مادة ثانية. بين الملح والمادة الثانية اكو ايون مشترك. اذا رايد ذوبانية بوجود ايون مشترك. هذا يا قسم، هذا قسم خامس. شلون نحله؟ نفكك الملح الشحيح وجوا نفكك المادة حتى نعرف من الايون المشترك حتى نعطيها التركيز. يلا نفكك الملح اي جي سي ال يعطينا اي جي موجب زائد سي ال سالب. نفكك جوا المادة من الايون المشترك اللي هي دائما قوية اتش موجب زائد سي ال سالب. ايش قد تركيزها؟ 0.1 0 0 0 0.1 0.1 من الايون المشترك سي ال هو اللي ننطيه التركيز. يبقى الغير مشترك مجهول. هاي شنو فائدتها؟ فائدتها بس حتى نعرف من الايون المشترك وننطيه تركيز. وهاي هي. نكتب قانون الكي اس بي هو حاصل ضرب تركيز الايون الموجب في الايون السالب.
راح نلقى الكي اس بي معلوم والايون المشترك معلوم، يبقى الغير مشترك مجهول هو اللي راح نلقاه. هي هاي ذوبانية بوجود الايون المشترك. زين، شوف شباب، مسائل القسم الخامس راح يربط وياها القسم الاول. شلون؟ هسه احنا عرفنا شلون نحل القسم الاول حساب ذوبانية بوجود المشترك. راح يطلب ذوبانية ملح في محلول مادة ثانية، بين الملح والمادة الثانية ايون مشترك. شلون نحل؟ نفكك الملح ونفكك المادة حتى نعرف من الايون المشترك ونعطيه التركيز. نكتب قانون كي اس بي، راح نلقى كي اس بي معلوم والايون المشترك معلوم، يبقى الغير مشترك مجهول هو اللي راح نلقاه. زين، مسائل اللي راح نحلها هسه راح تربط القسم الاول والخامس. يعني شنو قصدك هسه؟ راح ينطيك ملح شحيح، يطلب ذوبانيته مرتين، مرة بالقسم الاول ومرة بالقسم الخامس. يعني هو الملح يقول لك احسب ذوبانيته اولا بالقسم الاول، ثانيا بالقسم الخامس. يعني الملح كم مرة تحسب ذوبانيته؟ مرتين. شباب، احنا قلنا بالنسبة للقسم الاول شلون نعرف السؤال على القسم الاول؟ اذا يعطيني ذوبانية ويريد كي اس بي، او يعطيني كي اس بي ويريد ذوبانية. بس هاي فكرة السؤال. واذا تتذكر قلت لك مني ماء نقي وقلت لك هاي بعدين يجي وقتها، او محلول مشبع، يعني هذا هم قسم اول. يعني اذا يقول لك احسب ذوبانية الملح بالماء النقي، يعني يقصد بها قسم اول. اذا يقول لك احسب ذوبانية الملح بالمحلول المشبع، يعني يا قسم اول. فاذا اذا اراد ذوبانية ملح بماء نقي او محلول مشبع، نقول عليه هذا يا قسم اول. اذا القسم الاول يريد ذوبانية الملح بالماء النقي او بالمحلول المشبع. فاذا قال لك احسب ذوبانية الملح بالماء النقي، قول هاي رايدها بالقسم الاول. احسب ذوبانية الملح بالمحلول المشبع، قول رايدها بالقسم الاول. اذا تتذكر احنا القسم الاول شلون حليناه بالمخطط. كي اس بي ذوبانية مولارية، ذوبانية غرامية. قلنا بين الكي اس بي والذوبانية المولارية المعادلة السات، وبين المولارية والغرامية عندنا القانون. يعطينا كي اس بي يريد مولارية وغرامية، سوي معادلة السات من الكي اس بي نلقى المولارية، والمولارية شو نحولها الى غرامية، مو هيجي؟ يعطينا الغرامية ويريد كي اس بي، الغرامية بالقانون نحولها الى مولارية، والمولارية من المعادلة السات نطلع الكي اس بي. مو حلينا القسم الاول ولا اي؟ فراح يطلب ذوبانية الملح مرتين، مرة بالماء النقي والمحلول المشبع يعني قسم اول، ومرة بوجود ايون مشترك. يعني يريد ذوبانية ملح، يطلب ذوبانية الملح مرة بالماء النقي يعني الوحدة، او محلول المشبع يعني الوحدة الملح، ومرة في محلول مادة ثانية يعني بوجود ايون مشترك. يعني باور يقول لك احسب ذوبانية الاي بي اولا في الماء النقي، يعني يريد ذوبانية الاي بي الوحدة، لان الماء النقي هو الماكو سوى، او محلول مشبع نفس الشيء، يعني هذا قسم اول. احسب ثانيا، احسب ذوبانية الاي بي في محلول 0.1 من السي بي. راي ذوبانية بوجود ايون مشترك. او تعال هنا، تعال احسب ذوبانية الاي جي سي اولا في الماء النقي، ثانيا في محلول 0.1 من HCl. شوف هيك راح يجيك السؤال. يريد ذوبانية ملح مرتين، مرة وين؟ بالماء النقي، يعني يا قسم اول. نحله على المخطط. احسب ذوبانية الاي جي سي ال ثانيا في محلول 0.1 من HCl. يريد ذوبانية الاي جي سي ال في محلول 0.1 من HCl، يعني بوجود ايون مشترك. لذلك راح يطلب منك ذوبانية ملح مرتين، مرة بالماء النقي او المحلول المشبع يعني قسم اول، ومره بوجود ايون مشترك. تعال خلينا نحل هذا السؤال من عندي شباب، احله وافهمك عليه طريقه الحل حتى نبلش نحل اسئله المنهج. هذا المنهج، هذا من المنهج، وبعد عندنا سؤالين من المنهج. يلا هين انتبه هنا شباب. قايل لك احسب الذوبانيه المولاريه، رايد الذوبانيه المولاريه لملح كبريتات الباريوم مال هذا الملح. هسه شفتها هنا، رايد الذوبانيه المولاريه مال هذا الملح، منطينا الكي اس بي مالته وين؟ في الماء النقي، يعني يا قسم اول. ثانيا
في محلول 0.01 من H2SO4. يعني رأي ذوبانية ال BaSO4 مرة بالماء النقي، ومرة رأي ذوبانية ال BaSO4 في محلول مادة ثانية. بين الملح والمادة الثانية شكو أيون مشترك. إذا الملح رأي ذوبانيته مرتين، مرة بالماء النقي يعني قسم أول، ومرة بوجود أيون مشترك قسم خامس. خلينا نحل. يلا احسب الذوبانية المولارية لملح. احسب الذوبانية المولارية لملح كبريتات الباريوم، مطينا كي اس بي مالته اولا بالماء النقي، يعني قسم اول. يلا راي ذوبانية مولارية، مو احسب الذوبانية المولارية، مو اي وش منطيني كي اس بي، وعرفنا قسم اول قايل لك بالماء النقي. من يفضلنا السالفة؟ المعادلة ام الاسات. شوف عندي كي اس بي ولي ذوبانية مولارية من المعادلة ام الاسات. نلزم الملح الشحيح نسوي له معادلة ام الاسات، يعطينا بي اي موجب زائد اس او 4 سالب اس باوع جاي احل قسم اول. كي اس بي حاصل ضرب تركيز الايون الموجب في الايون السالب. نعوض اساتهن، مو هيك حلينا القسم الاول، سوينا معادله من الاسات اس في اس. اذا الكي اس بي يساوي اس تربيع. من وصلنا لهاي المرحله راح نبدا نعوض. شو نعوض باوع؟ اذا عندنا الكي اس بي نعوض نلقى الذوبانيه، واذا عندنا ذوبانيه نعوض نلقى الكي اس بي. عندنا الكي اس بي 1.6 في 10 والسالب 10 يساوي اس تربيع بالجذر. 1.6 راح هو يعطيك جذرها 1.26 في 10 والسالب 5. لقينا الذوبانية المولارية هاي. إذا لقينا شنو؟ لقينا ذوبانية الملح BaSO4 بالمحلول بالماء النقي يعني قسم أول. إيه رأي ذوبانية مولارية مال ملح وقايل لي بالماء النقي يعني قسم أول. رأي ذوبانية مولارية وعندي كي اس بي من المعادلة الملسات لقيناها. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أريد الذوبانية المولارية مال كبريتات الباريوم وين؟ في محلول 0.01 من ال H2SO4. رأي ذوبانية ال BaSO4 في محلول 0.01 من H2SO4. بين ال BaSO4 وال H2SO4 شكو أيون مشترك. إذا رأي ذوبانية الملح بوجود أيون مشترك قسم خامس. شلون نحله؟ بالبداية نفكك الملح ونفكك المادة حتى نعرف من المشترك، ننطيه التركيز، نكتب قانون الكي اس بي. راح نلقى كي اس بي معلوم والايون المشترك معلوم، يبقى الغير مشترك مجهول هو اللي نلقاه. يلا القسم الخامس شلون نحله؟ فكك الملح الشحيح الى بي اي موجب زائد اس او 4 سالب اس. نفكك جوا الماده من الايون المشترك اللي هي دائما تكون قويه، تعطينا 2 اتش موجب زائد اس او 4 سالب. جت تركيزه 0.1 0 0 0 0.1 في 2 0.2 0.1 في 1 0.1 من الايون المشترك الاس او 4 هو اللي ننطي التركيز. ايش قد يصير؟ 0.1. هاي بعد ما لها داعي. شنو فائدتها؟ بس عرفنا من الايون المشترك حتى اعطيناه التركيز، يبقى الغير مشترك مجهول. نكتب قانون الكي اس بي هو البي اي الموجب في الاس او 4 السالب. يلا عزيزي لقينا الكي اس بي معلوم والايون المشترك معلوم، يبقى الغير مشترك مجهول نلقاه 1.6 في 10 والسالب 10. البي اي ايش قد نكتبه؟ اس في، شوف لو 2 اس نكتبه 2 اس بس هو اس في، وهاي الاس او 4 او 1 حولها اسس 1 في 10 والسالب 2. اذا الاس يساوي 1.6 في 10 والسالب 10 على 1 في 10 والسالب 2. 1.6 على 1 1.6 في 10 والسالب 2 يصعد فوق موجب 2 ناقص 10 ناقص 8 مول على اللتر. خلاص هاي لقينا الذوبانية المولارية مال كبريتات الباريوم مرة وين؟ بالماء النقي يعني قسم أول. عندنا كيس برأي ذوبانية مولارية من المعادلة ملسات لقيناها. ومرة وين؟ رأي ذوبانية BaSO4 في محلول 0.1 H2SO4. يعني رأي ذوبانية ملح في محلول مادة ثانية. بين الملح والمادة الثانية شكو أيون مشترك، يعني قسم خامس. شلون حليناها؟ فككنا الملح وفككنا جوال المادة حتى نعرف من المشترك وطيناه التركيز، يبقى الغير مشترك مجهول. نكتب قانون كي اس بي الايون الموجب في الايون السالب.
هذا مجهول وهذا الأيون المشترك معلوم. عندنا الكي اس بي لقينا الغير مشترك. خاف يقول لك ثم ناقش النتيجة أو قارن النتيجة. شوف ذوبانية، هذا السؤال من عندي. شوف ذوبانية الملح الوحدة بالماء النقي قد كانت 10 أس سالب 5، وبوجود الأيون المشترك صارت 10 أس سالب 8. احنا قلنا إذا نقارن أرقام وبيهن أسس نقارن من الأسس، إذا ما بيهن أسس نقارن من الأرقام، وإذا بيهن أسس نقارن من الأسس. فكانت 10 أس سالب 5 صارت 10 أس سالب 8 قلت. إذا نلاحظ أن الذوبانية قلت بوجود الأيون المشترك. إذا قال لك قارن النتيجة ناقش النتيجة، تقول الذوبانية قلت بوجود الأيون المشترك. واحنا بالمحاضرة السابقة قلنا الأيون المشترك شو يسوي للذوبانية؟ يقللها. مو قلنا الأيون المشترك يقلل الذوبانية. لذلك شباب خاف يسألك يقول لك ثم قارن النتيجة أو ناقش النتيجة، تقول له نلاحظ أن الذوبانية قلت بوجود الأيون المشترك. زين، هذا السؤال شباب من عندي. رأي الذوبانية المولارية مال الملح مرة بالماء النقي، يعني قسم أول من المعادلة الملسات لقينا الذوبانية لأن عندنا كي اس بي، ومرة في محلول 0.1 من المادة الثانية بين الملح والمادة الثانية المشترك. إذا قسم خامس راح نلقى الغير مشترك مجهول والمشترك معلوم والكي اس بي معلوم. شنو فائدة اسوي افكك الملح وجوا المادة حتى نعرف من الأيون المشترك ونعطيه تركيز؟ تعال عزيز خلينا نحل هذا سؤال المنهج، انتبه له يعني. نفس الفكرة بالضبط. احسب الذوبانية المولارية. ايش رايد الذوبانية المولارية لملح يودات الباريوم؟ هذا ملح شحيح، رايد ذوبانيته المولارية مرة وين؟ بالماء النقي، ومرة وين؟ في محلول مادة ثانية. هذا بعض الاثنيناتهن سؤال واحد، هذا وهذا سؤال واحد اثنيناتهن. يلا رأي ذوبانية المولارية مال هذا الملح مرة بالماء النقي ومرة في محلول مادة ثانية، يعني بوجود أيون مشترك. تعال، ما هي الذوبانية المولارية لملح يودات الباريوم؟ وطينا كي اس بي مالته بالماء النقي، يعني يا قسم أول رأي ذوبانية مولارية. شلون عرفت قسم أول؟ قال بالماء النقي، يعني يا قسم أول. يلا رأي ذوبانية مولارية وعندي كي اس بي معادلة ملسات. نلزم الملح الشحيح البي اي اي او 3 باي 2 تعطينا بي اي موجب زائد 2 اي او 3 سالب اس 2 اس. الكي اس بي يساوي حاصل ضرب تركيز الايون الموجب في الايون السالب. مولاتها 2 أس 2، مولاتها 1 أس 1. نعوض اساتهن، هذا اس وهذا 2 اس الكل تربيع. من الاخير الكي اس بي يساوي 4 اس تكعيب. من وصلنا لهاي المرحلة شباب؟ عندنا الكي اس بي نعوضها نلقى الذوبانية المولارية. خلاص هي هاي الذوبانية المولارية بالماء النقي، يعني يا قسم أول. كي اس بي عندنا 1.57 في 10 أس سالب 9 يساوي 4 اس تكعيب. نتخلص من الأربعة، إذن الاس تكعيب تساوي على 4 1.57 في 10 أس سالب 9. إذن الاس تكعيب تساوي 1.57 على 4 يطلع 0.39، هو معطيك الناتج في 10 أس سالب 9 بالجذر التكعيبي، لأن هاي اس تكعيب احنا نريد الاس. الجذر التكعيبي لو 0.39 ايش قد منطينا اياه؟ هاي هو يعطي، دير بالك 0.73. والجذر التكعيبي لل10 أس، إذا نجذر ال10 أس جذر تكعيبي نقسم الأس على 3، ف9 على 3 3 مول على لتر. هاي لقينا الذوبانية المولارية مال ملح يودات الباريوم وين؟ بالماء النقي. خلاص هاي رأي ذوبانية مولارية مال ملح يودات باريوم بالماء النقي، يعني يا قسم أول، هذا القسم الأول. رأي ذوبانية مولارية وعندنا كي اس بي من المعادلة ملأسات. فككت الملح سويت له معادلة ملأسات، وصلت لهاي المرحلة عوضت الكي اس بي لقيت الاس. خلاص هاي بالبداية خلصنا من الأربعة، قسمنا على 4 بعدين جذرنا تكعيبي. إذا لقينا الذوبانية المولارية مال يودات الباريوم وين؟ بالماء النقي، قسم أول. راحت هاي بعد انتهت. أريد الذوبانية المولارية لملح يودات الباريوم بالماء النقي، لقيناها. احسب الذوبانية المولارية لملح يودات الباريوم في محلول يودات البوتاسيوم. رأي ذوبانية ملح في محلول مادة ثانية بين الملح والمادة الثانية شكو أيون مشترك. إذا رأي ذوبانية الملح بوجود أيون مشترك. هذا يا قسم خامس. القسم الخامس شلون نحله؟
نفكك الملح الشحيح وجوا نفكك المادة من الأيون المشترك. ليش؟ حتى نعرف من الأيون المشترك وننطيه التركيز S2S. هسه فككنا الملح، شلون نحل القسم الخامس؟ نفكك الملح ونفكك جوا المادة من الأيون المشترك حتى نعرف من الأيون المشترك وننطيه التركيز. يلا ايش قد تركيز الأيون المشترك؟ 0.02 صفر 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 0.02 0.02 من الأيون المشترك الIO3 ننطيه التركيز. ايش قد تصير؟ نمسح هاي ويصير 0.02. انت عبالك راح تصير 0.04. لا، ما تضربها. الأيون المشترك ايش قد تركيزه؟ 0.02 يصعد هنا 0.02 بدون لا ضرب ولا قسمه، لان احنا فوق ما طايناه تركيز انه جاي نضربها الى لو نقسمه الى لا. ايش قد تركيزه؟ 0.02 يصعد 0.02 بدون لا ضرب ولا قسمه ولا كل شيء. هاي بعد شنو فائدتها؟ انتهت المعادله. شنو فائده هاي المعادله؟ الجوه حتى نعرف من الأيون المشترك حتى ننطيه التركيز. شنو فائده هاي المعادله الجوه؟ حتى نعرف من الأيون المشترك وننطيه التركيز. زين، تبينا عيني. شنو فائده هاي المعادله؟ حتى نعرف من الأيون المشترك وننطيه التركيز. ايش قد 0.2 هاي IO3 هو المشترك ننطيها 0.2. هاي انت بالحل ما تحذفها، بس حتى تعرف انه وجودها انتهى فائدته بعد. هاي يبقى الغير مشترك مجهول، هو اللي نلقاه. KSB يساوي حاصل ضرب تركيز الأيون الموجب في الأيون السالب. مولاته 2 أس 2، مولاته 1 أس 1. راح نلقى KSB معلوم، مو الأيون المشترك هم معلوم، الغير مشترك مجهول هو اللي نلقاه. يلا شلون نحل القسم الخامس؟ بالبداية نفكك الملح ونفكك المادة حتى نعرف من الأيون المشترك وننطيه التركيز. نكتب قانون KSB للملح هو حاصل ضرب تركيز الأيون الموجب في الأيون السالب. راح نلقى KSB معلوم، الأيون المشترك معلوم، والغير المشترك مجهول هو اللي نلقاه. يلا KSB 1.57 في 10 أس سالب 9 يساوي هذا مجهول اللي هو ايش قد؟ S في الIO3 خلينا نحولها أسس 2 في 10 أس سالب 2 الكل تربيع. إذا 1.57 في 10 أس سالب 9 يساوي S في 4 في 10 أس سالب 4 مربع هاي تربيع الاثنين 4 وعنده عنده رفع تضرب الأسس هم 4. إذا الأس تساوي المضروب بالمجهول بالمقام وهذا بالبسط. إذا الأس تساوي 1.57 على 4 قبل شوية قلناها 0.39 سالب 4 يصعد فوق موجب 4 ناقص 9 ناقص 5 مول على لتر. شوف بالملزمة عادي انه هاي مسويها 0.4 نقربها هي 0.39 حقيقة. يلا شباب انتبه. هسه هذا الملح يودات الباريوم ري ذوبانيته مرتين، مرة وين؟ بالماء النقي من المعادلة قسم أول عندنا KSB ويري ذوبانية مولارية من المعادلة ملسات لقيناها، ومرة في محلول مادة ثانية يعني ري ذوبانية هذا الملح في محلول مادة ثانية بين الملح والمادة الثانية أيون مشترك، يعني هذا قسم خامس. شلون نحله؟ نفكك الملح الشحيح ونفكك جوال مادة حتى نعرف من الأيون المشترك نعطيه التركيز. نكتب قانون KSB راح نلقى KSB معلوم، الأيون المشترك معلوم، ويبقى الغير مشترك مجهول هو اللي نلقاه. زين، نجي شباب لهذا السؤال بالضبط نفس الفكرة ونفس الترتيب، بس خلي شوية نزحف الكاميرا هالشكل لأنه هذا السؤال بعد بيه مطلب ثاني. هذا السؤال بالضبط فكرته نفس هذا بالضبط. قايل قيمة ثابت حاصل الإذابة لملح فلوريد المغنيسيوم، هذا ملح ثابت قيمة ثابت أي ثابت مكررة مرتين. يلا قيمة ثابت حاصل الإذابة لملح فلوريد المغنيسيوم تساوي هالقد قيمة ثابت حاصل الإذابة عن KSB. هسه هذا ملح فلوريد المغنيسيوم معطينا KSB مالته. زين شي يريد؟ نقطتين واحد واثنين. هسه هذا ملح شحيح، شو بدريك ملح شحيح؟ ما دام عنده KSB عنده ذوبانية إذا هو ملح شحيح. أي مركب عنده ذوبانية عنده KSB شو يعتبر؟ ملح شحيح. يلا قيمة ثابت حاصل الإذابة
لملح فلوريد المغنيسيوم الام جي اف 2 هي هالقد، منطينا الكي اس بي مال هذا الملح. احسب ذوبانيته المولاريه بالماء النقي، يعني يا قسم اول. يلا هذا ملح راي ذوبانيته بالقسم الاول. يلا راي ذوبانيه مولاريه بالماء النقي، يعني قسم اول، وعندي كي اس بي من المعادله ومن الاسعار. بعد قايل لك احسب ذوبانيته المولاريه في محلول فلوريد الصوديوم، يعني هذا فلوريد المغنيسيوم مره راي ذوبانيته بالماء النقي يعني قسم اول، ومره فلوريد المغنيسيوم راي ذوبانيته في محلول فلوريد الصوديوم في محلول ماده ثانيه. بين فلوريد المغنيسيوم وفلوريد الصوديوم اكو ايون مشترك يعني قسم خامس. يلا هذا فلوريد المغنيسيوم معطينا الكي اس بي مالته راي ذوبانيته بالماء النقي، يعني يا قسم اول. شلون نحل القسم اول؟ نفكك الملح الشحيح ونسوي معادله ام الاسات، نعوض الكي اس بي. ورا ما نعوض الكي اس بي راح نلقى شنو؟ راح نلقى الكي اس بي معلوم، عيني، والاس هو اللي راح نلقاه. يلا فلوريد المغنيسيوم ملح مطينا الكي اس بي مالته راي ذوبانيته بالماء النقي، يعني قسم اول. وشنو من ذوبانيه المولاريه؟ يلا نسوي له معادله ملاسات. ام جي اف 2 يعطينا ام جي موجب زائد 2 اف سالب اس 2 اس. الكي اس بي هو حاصل ضرب تركيز الايون الموجب في الايون السالب. الكي اس بي يساوي، نعوض السات اس في 2 اس الكل تربيع. من الاخير الكي اس بي يساوي 4 اس تكعيب. زين هسه نعوض. من وصلنا لهاي المرحله يلا نعوض. اذا عندنا الكي اس بي نقدر نعوضه نلقى الذوبانيه المولاريه، واذا عندنا الذوبانيه المولاريه نعوضه نلقى الكي اس بي. كي اس بي موجود عندنا في 10 سالب 9 يساوي 4 اس تكعيب. نتخلص من الأربعة، الاس تكعيب تساوي على 4 6.5 في 10 سالب 9. إذا الاس تكعيب تساوي 6.5 على 4 يطلع 1.63. هسه أقول لك هو منطق الجذر، قايل لك جذر ال 1.63. هسه نشوف ايش قد 1.18 هاي هنا. هو منطق اياها الجذر التكعيبي لل 1.63 1.18. يلا اذا هذا يطلع 1.63 في 10 سالب 9 بالجذر التكعيبي. ال 1.63 جذر التكعيبي 1.18 في 10 سالب 3 مول على لتر. إذا لقينا الذوبانية المولارية مال ملح فلوريد المغنيسيوم بالماء النقي، يعني يا قسم أول. راي ذوبانية مولارية بالماء النقي يعني يا قسم أول. عندنا كي اس بي. شلون نلقى الذوبانية المولارية؟ من المعادلة ومن الأسات. فككت الملح سويت له معادلة ومن الأسات وصلت لهاي المرحلة. عوضت الكي اس بي. بالبداية حتى القى الاس تخلصت من الأربعة، وبعدين جذر التكعيبي طلعت الذوبانية المولارية. زين هسه فلوريد المغنيسيوم راي ذوبانيته بالماء النقي لقيناها. يلا فلوريد المغنيسيوم راي ذوبانيته في محلول 0.1 من فلوريد الصوديوم راي ذوبانية ملح في محلول مادة ثانية. بين الملح والمادة الثانية شكو ايون مشترك، اذا هذا يا قسم خامس. شلون نحله؟ نفكك الملح الشحيح وجواه نفكك المادة ام الايون المشترك حتى نعرف من الايون المشترك وننطيه التركيز. فككنا الملح، نفكك جوا المادة ام الايون المشترك. انا اي موجب 0.1 قوية دائما 0 0.1 من الايون المشترك الاف هو اللي نعطيه التركيز. شوف هاي بعد لها داعي؟ لا ما لها داعي. هسه يبقى عندنا الغير مشترك نقدر نلقاه. شباب شلون حلينا القسم الخامس؟ وشلون عرفت القسم الخامس؟ راي ذوبانية ملح في محلول مادة ثانية. بين الملح والمادة الثانية اكو ايون مشترك. قسم خامس شلون نحله؟ نفكك الملح الشحيح وجواه نفكك المادة. زين نفكك الملح وجواه نفكك المادة. ليش؟ حتى نعرف من الايون المشترك وننطي التركيز.
هاي بعد ما لها داعي. يلا نكتب قانون الكي اس بي، هو حاصل ضرب تركيز الايون الموجب في الايون السالب. راح نلقى الكي اس بي معلوم، الايون المشترك معلوم، يبقى الغير مشترك مجهول، هو اللي نلقاه، وكان الله يحب المحسنين. زين، يلا الكي اس بي عندنا ايش قد؟ 6.5 في 10 أس سالب 9 يساوي الآن الغير مشترك الام جي مجهول، والاف 0.1 يعني 1 في 10 أس سالب 1 حول أسس، وشنو هو؟ تربيع. إذن الاس يساوي هذا بالمقام راح يصير هيك. ليش؟ لأن تربيع الواحد 1، وعند الرفع تضرب الأسس، سالب 1 في سالب 2 سالب 2، هاي ربعنا، وهذا 6.5 في 10 أس سالب 9. نقسم 6.5 على 1، 6.5 في 10 أس سالب 7 يصعد فوق موجب، العفو سالب 2 يصعد فوق موجب 2 ناقص 9 ناقص 7 مول على الاتور. إذن شباب، فلوريد المغنيسيوم مرة لقينا ذوبانيته بالماء النقي، ومرة لقيناها بوجود أيون مشترك. لو قايل لك قارن النتيجة، كانت 10 سالب 3 صارت 10 سالب 7، ايش بيها الذوبانية بوجود المشترك؟ قلت. انتبه لي شباب، هسه وانا رايد يا ذوبانية المولارية لقيناها، رايد يا ذوبانية المولارية هم لقيناها. زين، لو رايدهن اثنيناتهن المولارية والغرامية، ها عادي كلش سهلة. هسه احنا ايش لقينا؟ هاي شنو الذوبانية؟ اللي من المعادلة ملاسات المولارية بالقانون حول الأغرامية، وهاي من لقيناها مولارية بالقانون شو نحولها؟ إلى غرامية. يعني يريد هسه أنا رايد الذوبانية المولارية بالماء النقي وبوجود أيون مشترك، لو يقدر يريد المولارية والغرامية بالماء النقي، والمولارية والغرامية بوجود الأيون المشترك. احنا نلقى المولارية بالقانون حولها إلى غرامية، وبوجود الأيون المشترك هم نلقى المولارية ونحولها إلى شنو؟ إلى غرامية. يلا شباب، عندنا بعد سؤالين، هن 3، واحد يشفه بسيط نحله، وسؤالين نحلهن. هسه انا ايش حليت لك؟ حليت لك 3 اسئله، واحد من عندي واثنين من المنهج. زين، نجي نحل الاسئله الباقيه. يلا تعال. يلا شباب، نجي لهذا السؤال. ما ذوبانيه الBaSO4 في محلول مشبع؟ يعني يا قسم اول، كنا دايرين ذوبانيه بالماء النقي او المحلول المشبع، يعني قسم اول. راي ذوبانيه الBaSO4 بالمحلول المشبع، يعني قسم اول. وما ذوبانيته بعد اضافه الH2SO4، يعني بوجود ايون مشترك. اذا هذا الملح الشحيح، بس ما مسوي على شكل نقاط، شرح السؤال انه ما مسوي نقطتين، بس هو راي ذوبانيه مرتين. مره راي ذوبانيه الBaSO4 بالمحلول المشبع، يعني قسم اول، ومرة راي ذوبانيته بعد إضافة الH2SO4، يعني بوجود أيون مشترك. يلا، ما ذوبانية الBaSO4 في محلول مشبع؟ منطينا KSB، يعني يا قسم أول معادلة ملاسات BaSO4 يعطينا Ba موجب زائد SO4 سالب SS. الKSB يساوي حاصل ضرب تركيز الأيون الموجب في الأيون السالب. إذن الKSB يساوي S في S، إذن الكي اس بي يساوي اس تربيع. نعوض الكي اس بي ونلقى الذوبانية المولارية. خلاص، كي اس بي عندنا 1.6 في 10 أس سالب 10 يساوي اس تربيع. بالجذر راح تلقاه معطيك لك الجذر التربيعي ل 1.6 و 1.26 هو يعطيك اياها. إذن 1.26 في 10 أس سالب 5، لأن نقسم الأس على 2، هي هاي الذوبانية المولارية. خلاص، لقينا ذوبانية الBaSO4 في محلول مائي مشبع، لقينا. ما ذوبانية الBaSO4 في محلول مشبع؟ يعني يا قسم أول، عندنا KSB من المعادلة ملاسات، لقينا الذوبانية المولارية. وما ذوبانيته نفس الBaSO4 بعد إضافة الH2SO4، يعني بوجود أيون مشترك بين الBaSO4 والH2SO4، شكو أيون مشترك. وما ذوبانيته نفسه الBaSO4 بعد إضافة أيون مشترك، يعني بعد إضافة H2SO4 بين الBaSO4 والH2SO4 شكو أيون مشترك، يعني راي ذوبانية ملح بوجود أيون مشترك قسم خامس. شلون نحله؟
نفكك الملح الشحيح وجوا نفكك المادة اللي بيها أيون مشترك حتى نعرف من الأيون المشترك وننطيها التركيز. هنا الأيون المشترك باوع بكل الأسئلة اللي حليناهن الثلاثة اللي راحن وحتى بهذا إنه الأيون المشترك منطينا تركيزه جاهز بس تركيز. هنا الأيون المشترك اكو بعد إضافة 1 مول من ال H2SO4 بتركيز 10 مولاري. يعني هنا ال H2SO4 ضايفة حجم وتركيز يعني مركز، يعني لازم شو نسوي له؟ تخفيف. راي الذوبانيته بعد إضافة 1 مول من ال H2SO4 بتركيز 10 مولاري، يعني هنا ال H2SO4 ضايفة حجم وتركيز يعني مركز، لازم نخففه. يلا نستخدمه. M1 V1 يساوي M2 V2. الام 1 والفي 1 نملات ال H2SO4 اللي مطينا اياهن 10 في 1. الام 2 احنا نريد الفي 2 مجموع الحجمين، ضايف 1 مول من ال H2SO4 الى لتر من المحلول. اللتر كم مول؟ ألف. مو احنا قلنا بقانون تخفيف الحجم بالمول، 1 مول زائد ألف 1001. قلت لك اذا 1001 هو الفي 2 مجموع الحجمين، حتى لو تكتب 1001 صحيح، بس لحد ال 1010 نقدر نكتبه بس ألف. اما 1011 لا، لازم نكتب 1011. هو ماكو هيك بس ما يخالف. بس هو الفي 2 خلي بالك مجموع الحجمين يعني تجمع حين 1 مول زائد ألف 1001 عادي تحل بال 1001 ماكو مشكله، بس القسمه تصير اصعب. ف 1001 زين اذا جمعناه مثلا هذا 1 مول وهذا 20 1021 نكتبه 21، بس 1001 لحد ال 1010 نكتبه ألف. إذا الام 2 تساوي 10 على ألف هاي ويا هاي 0.01. يعني هسه الأيون المشترك ال H2SO4 ايش قد طلع تركيزه؟ 0.01. 0.01 في 2 0.02 0.01 في 1 0.01 من الأيون المشترك ال SO4 ننطي تركيزه. هاي بعد ما لها داعي انت بالحل ما تحذفها، بس حتى تعرف انه ما لها قيمه، بعد انه فائدتها بس نعرف منها المشترك. نكتب قانون الكي اس بي يساوي حاصل ضرب تركيز الايون الموجب في الايون السالب. راح نلقى الكي اس بي معلوم والايون المشترك معلوم، يبقى الغير مشترك هو اللي راح نلقاه. يلا عزيزي انتبه هنا، الكي اس بي عندنا 1.6 في 10 السالب 10. البي اي مجهول اللي هي نكتبها اس. الايون المشترك 1 في 10 أس سالب 2. ليش؟ لأن هو 0.1 حولها أس تصير 1 في 10 سالب 2. إذا الأس تساوي المضروب بالمجهول بالمقام وهذا بالبسط 1.6 على 1 سالب 2 يصعد فوق موجب 2 ناقص 10 ناقص 8 مول على لتر. إذا البي اي اس او 4 لقيت ذوبانيته مرة وين؟ بالمحلول المشبع يعني قسم أول، ومره بعد اضافه ال H2SO4 يعني بوجود الايون المشترك، بس هنا الايون المشترك مطيناه حجم وتركيز مركز خففناه يلا استخدمناه صعدنا تركيزه بقى الغير مشترك لقيناه. باوع لي شباب على هذا السؤال، هذا شويه مطول، ليش يختلف عن الاسئله البقيه؟ بالاسئله البقيه اللي حليناهن كلها الرايد بس الذوبانيه المولاريه بالماء النقي وبوجود ايون مشترك، يعني رايد الذوبان المولاريه هنا بالقسم الأول والذوبانية المولارية بالقسم الخامس. هذا رايد الذوبانية المولارية والغرامية بالقسم الأول والمولارية والغرامية بالقسم الخامس. أنت ورا ما تلقى المولارية بالقانون شنو تحولها إلى غرامية. زين، بعد السؤال بفيكة ثانية وهي أنه ما منطيني بي كي اس بي، العفو ما منطيني كي اس بي، منطيني بي كي اس بي. خلي ببالك ابد ما تحتاج البي كي اس بي بالذوبانيه، تحتاجه كي اس بي. فهنا منطيك البي كي اس بي لازم انت ترجعه الى شنو؟ الى كي اس بي. شلون؟ باوع عزيزي هسه فهمك شلون. هذه هنا شباب هذا السؤال بما انه خلصنا حله، هذا اللي راح اكتبه هو جزء من حل هذا، يعني هذا الحل مطلوب مالته اللي هنا، هذا مطلوب ويا هذا. شباب هو مطيني بي كي اس بي، شلون ارجعها الى كي اس بي؟ اقول الكي اس بي هو 10 اس سالب البي كي اس بي.
إذا الكي اس بي هو 10 أس سالب، ايش قد البي كي اس بي؟ 4.92. زين سؤال، لو هنا شباب انتبه، لو البي كي اس بي بس 4، بي كي اس بي ماكو هاي البوينت 92 بس 4، كان الكي اس بي 10 أس سالب 4 انتهى بعد. ها هي خلاص حولنا البي كي اس بي الى كي اس بي، بس المشكله هي 4.92. ها 10 أس بوينت يصير؟ لا، ناخذ اكبر رقم قريبه من الاس نضيفه ونطرحه، زائد 5 ناقص 5، اول رقمين نطلع ناتجين يطلعوا بوينت او 8، هذا ناقص هذا 0.8 وهاي ناقص 5 تنزل. هسه نوزع ال10 عليها، 10 أس هذا في 10 أس هذا، 10 أس أو بوينت أو 8 في 10 أس سالب 5. هاي ال10 أس سالب 5 بدون بوينت تنزل. ورا ما وزعنا ال10 وطلع لنا بوينت، شلون نتخلص من بوينت؟ نجيب لوج. لو 0.8 جايتنا من يا لوج، تلقاه هو معطيك اياه بالسؤال 0.8 جايتك من لوج الواحد 0.2 اللوج ويا ال10. اذا الكي اس بي هو 1.2 في 10 أس سالب 5. هسه انا سويت هذا جزء من الحل، احنا ينحل بس لانه ما عندي مجال. هذا جزء من الحل شباب، انه ال منطيني بي كي اس بي واني ما احتاجه بي كي اس بي، احتاجه كي اس بي. اذا هنا الكي اس بي طلع 1.2 في 10 سالب 5. يلا عزيزي، هذا جزء من الحل وينكتب بالحل. يلا عيني، هذا السؤال شنو فكرته؟ رأي ذوبانية مولارية وغرامية بالماء النقي، ورأي ذوبانية مولارية وغرامية بوجود الأيون المشترك. يعني نفس الحل السابق، من تلقى المولارية تحولها إلى غرامية، وبوجود الأيون المشترك من تلقى المولارية تحولها إلى غرامية. تعال احسب الذوبانية المولارية والذوبانية بدلالة غرام على لتر، يعني الغرامية لملح كبريتات الفضة. هذا ملح، رأي ذوبانيته المولارية والغرامية، منطينا بي كي اس بي حولنا على كي اس بي، وين؟ بالماء النقي. يلا رأي الذوبانية المولارية والغرامية مال هذا الملح بالماء النقي، يعني يا قسم أول. زين عندنا كي اس بي بالقسم الأول من المعادلة والمؤسسات نلقى المولارية وبالقانون حولها الغرامية. يلا لأن قال الماء النقي على قسم أول. يلا عندنا كي اس بي من المعادله والمؤسسات نلقى المولاريه، نفكك الملح الشحيح نسوي له معادله مؤسسات، ينطينا 2 اي جي موجب زائد اس او 4 سالب 2 اس اس. الكي اس بي كقانون هو حاصل ضرب تركيز الايون الموجب في الايون السالب. نعوض الاسات، كي اس بي يساوي هنا 2 اس وهنا اس، اذا الكي اس بي يساوي 4 اس تكعيب. من وصلنا لهاي المرحلة نبلش نعوض. يلا نعوض الكي اس بي. ايش قد عندنا الكي اس بي؟ كي اس بي عندنا 1.2 في 10 أس سالب 5، هو كان بي كي اس بي سوينا كي اس بي يساوي 4 اس تكعيب. نتخلص من التكعيب، العفو من الأربعة بالبداية، قسم على 4، شيل مرتبة شمرها هنا تصير 6. إذا الأس تكعيب تساوي 12 على 4 3 في 10 أس سالب 6 بالجذر التكعيبي. الجذر التكعيبي للثلاثة هو مطينا إياه 1.4 في 10 أس سالب 10 أس. إذا نجذر تكعيبي نقسم الأس على 3 مول على لتر. هسه أني من الكي اس بي سويت معادلة ملسان، طلعت يا ذوبانية المولارية، هو بعد ايش رايد؟ الغرامية. الذوبانية الغرامية تساوي الذوبانية المولارية في الكتلة الموضية. إذا الذوبانية الغرامية تساوي الذوبانية المولارية 1.4 في 10 أس سالب 2 في الكتلة الموضية، منطيني اياها مال الملح الشحيح 314، شيل هاي صعدها هنا تصير 3، مو 10 أس سالب 3 تنزل. هسه نضرب 14 في 314، 4 في 4 16 6 1 باليد، 4 في 1 4 1 5 و4 في 3 12 انزل صفر، 1 في 4 4 1 في 1 1 و1 في 3 3. يلا عزيزي انتبه لنا، هاي 6 وهاي 9 وهاي 3 وهاي 4.
إذن 4396 غرام على اللتر. وتقدر هاي المراتب تنزلهن هنا 1 2 3 يصير 4.396. هاي تقدر تسويها وتقدر تبقيها ماكو. 4.396 هو هذا الناتج. إذن هسه هذا الملح الشحيح كبريتات الفضة راي ذوبانية المولارية والغرامية وين؟ بالماء النقي لقيناهن. لقينا المولارية وبالقانون حولناها لغرامية. بس ما ننسى انه ما مطينا كي اس بي، مطينا بي كي اس بي، هنا حولناه الى كي اس بي. هسه رايد الذوبانيه المولاريه والغراميه مال هذا الملح بالماء النقي لقيناه. هسه يريد الذوبانيه المولاريه والغراميه مال هذا الملح في محلول ماده ثانيه، يعني بوجود ايون مشترك. يلا راي ذوبانيه كبريتات الفضه في محلول كبريتات البوتاسيوم. بين كبريتات الفضه وكبريتات البوتاسيوم شكو ايون مشترك. اذا رايد الذوبانيه بوجود ايون مشترك. شلون نحله؟ نفكك الملح الشحيح وجوا نكتب معادله الايون المشترك حتى نعرف من الايون المشترك ونعطيه تركيز. هاي 2 اس وهاي اس. K2SO4 نفكك الماده جوا تعطينا 2K موجب زائد SO4 سالب. ايش قد تركيزه؟ 0.15 0 0 0 0.15 في 2 0.30 0.15 في 1 0.15. وبالمناسبة هذا الصفر تريد تكتبه تريد لا. يلا من الايون المشترك ال SO4 ننطيه التركيز. ايش قد صار؟ 0.15. هاي بعد وجودها ما له داعي. شنو فائدة المعادلة مال الايون المشترك؟ حتى نعرف من الايون المشترك وننطيه التركيز. الكي اس بي هو حاصل ضرب تركيز الايون الموجب في الايون السالب. كي اس بي معلوم والايون المشترك معلوم، يبقى الغير مشترك نلقاه. يلا عزيزي انتبه لي هنا. الكي اس بي نعوضه معلوم عندنا لقيناه احنا من البي كي اس بي 1.2 في 10 أس سالب 5 يساوي الايون غير مشترك مجهول اللي هو 2 اس دير بالك تربيع، وهذا 0.15 يعني 15 في 10 أس سالب 2. هذا مجهول مضروب بالمجهول بالمقام. خلي نربع هاي شو تصير؟ 4 اس تربيع يساوي هذه 4 تربيع مضروب بالمجهول بالمقام 15 في 10 أس سالب 2، وهذا بالبسط 1.2 في 10 أس سالب 5. شيل هاي اشمرها هنا. ايش قد تصير؟ تصير 6. اذا الأربعة اس تربيع تساوي، اذا قسمنا 12 على 15 باوع خلينا نختصرها. 12 على 15 على 3 بها 4 على 3 بها 5. إذا قسمنا 4 على 5 ما بها ضيف صفر ضيف مرتبة. ال 40 كم؟ 5 8 8 في 45 صفرت. إذا ال 12 على 15 يطلعوا 0.8 في 10 أس سالب سالب 2 يصعد فوق موجب 2 ناقص 6 ناقص 4. هاي منو؟ هاي الأربعة أس تربيع. نتخلص من الأربعة نقسم على 4. إذا الأس تربيع تساوي 0.8 في 10 أس سالب 4 مو على ايش قد؟ على 4. إذا الأس تربيع تساوي 0.8 على 4 تطلع 0.2 في 10 أس سالب 4 بالجذر التربيعي. منطيك الجذر التربيعي مال ال 0.2 ايش قد؟ هنا منطينا اياها 0.44. العشرة أس نجذرها تربيعي نقسم الأس على 2 4 على 2 2 مول على لتر. هسه احنا لقينا يا ذوبانية المولارية بعد شرايط الغرامية بالقانون نحولها. الذوبانية الغرامية تساوي الذوبانية المولارية في الكتلة المولية. الذوبانية الغرامية تساوي الذوبانية المولارية في 10 أس سالب 2. الكتلة المولية منطينا اياها 314 نفسها. تطلع لنا 1.38. انا ما متعاجز من عندها بس ماكو مكان نضربها. اذا تضرب ذن الرقمين في 10 سالب 2 تطلع لك هي باوع. هذا في هذه يطلع 138. 10 سالب 2 مرتبتين فهيك يصير عندك. زين اذا لقينا الذوبانيه المولاريه والغراميه مال الملح بالماء النقي. لقينا المولاريه وحولناها الى غراميه وبوجود المشتركه لقينا المولاريه وحولناها الى غراميه. شباب بقى عندنا سؤال بالملزمه اللي هو صفحه 172. هذا السؤال شباب صفحة 172
اللي هو هذا السؤال اللي صاير فوق تقريبا هو رقمه مثال أو سؤال 17/3. قايل لك ما ذوبانية كرومات الباريوم في محلول يكون فيه تركيز كلوريد الباريوم هالقد. يعني هنا راي ذوبانية الملح بوجود أيون مشترك بس، يعني بس تفكك الملح وتفكك المشترك نعطيه تركيز ونحل. يعني ما رايد الذوبانية مرتين، راي ذوبانية الملح كرومات الباريوم في محلول كلوريد الباريوم، يعني قبل رايده بالقسم الخامس. يعني راي ذوبانية الملح بوجود أيون مشترك بس، نحله وبسيط وشوفه قدامك هو محلول. اللي هنا شباب خلصنا القسم الخامس، بقى عندنا الأسئلة الخارجية على الذوبانية، راح تكون هي بالمحاضرة اللي بعدها إن شاء الله. في أمان الله.